السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأهلي يفوز على أسوان في وسط جمهورهم بتركيز لاعبين الأهلي لمدة 15 دقيقة بس. كولر جدد حوافز اللاعبين بشكل كويس، والراجل ده بيعرف يتعامل نفسيا كويس مع اللعيبة. يعني مثلا حسين الشحات وقفشة وكهربا وعبد القادر ومحمود متولي، هم دول نفس اللعيبة اللي الجمهور طلع انتقدهم في الفترة الأخيرة، وكلنا شفنا فعلا إن كان في خناقة كبيرة جدا جدا بين كهربا وبين شادي حسين، والاثنين كانوا ضاربين بعض. عشان كده كهربا ما لعبش الماتش اللي فات، وعشان كده شادي حسين كان مستبعد، لدرجه ان النهارده كهربا بعد ما جاب الجون النهارده ده شادي حسين ساب الملعب ومشي. هي دي العقول المريضه اللي لما الدنيا بتكون نايمه بتطلع تفرع اي خبر علشان تفرع اي حاجه في اي حاجه علشان الترند، وعلشان طبعا في بعض الناس اللي بتتساق وراهم. الرساله دي للاخوه الزياطين: لما انت تطلب من اسوان يكسبني ويعمل اللي انت شخصيا ما قدرتش تعمله وما عرفتش تعمله قدامي، وصوت صياحك يطربني بالشكل ده، تبقى الدنيا بايظه معاك خالص. يا راجل ده مفيش فريق في الدوري كله انت استنيته يكسبني الا وكل ثلاثه، اخرهم اسوان النهارده، وانت شخصيا كنت قبلهم، وقبلهم بيراميدز، وقبلهم سموحه. معلش. الاخوه الزياطين النهارده اللي كان بيقول لك انا كنت مستني اسوان النهارده يعطل الاهلي علشان تبقى في منافسه على الدوري واقدر انافس على الدوري، سوري، بابا اسمه مغاوري. كولر حصل له فجوه زمنيه في ماتش الهلال لما رجع من كاس العالم وكان بيلعب في السودان، في ماتش الهلال السوداني. هو وكل لعيبه الاهلي حصل لهم كده فجوه وحاجه غريبه، محدش كان في مستواه، لكن اللي مستواه نزل خالص بشكل مش طبيعي وبشكل ملحوظ. من اول ما الاهلي لعب في كاس العالم، الاهلي لعب في كاس العالم 4 ماتشات، وبعدها راح لعب الهلال السوداني، وبعدين النهارده لعب اسوان في اسوان. هو ديانج مش عارف ايه اللي حصل له، ديانج مش موجود فنيا ولا بدنيا، ولا في كميه مس باص مش طبيعي. ديانج مفيش كوره بيقدر يعمل عليها كنترول وبيطلع الطلعه اللي كان بيطلعها دي. ديانج مش موجود في الدفاع، ما بيعرفش يعمل تاكلينج، حتى الكره وهي فوق عاليه قدامه ديانج تايه، مش عارف في ايه. لكن النهارده المكسب النهارده واحد زي محمد اشرف، انه لعب الماتش كله من اوله لاخره. محمد اشرف لعيب كويس، وهيجي مع الوقت وهيكون بديل كويس لمعلول، يريح معلول ويلعب هو شوط، يلعب ماتش زي ماتش النهارده. اسوان مش الفريق التقيل اللي يهد الاهلي او يقدر يهد، يعني يعمل خطوره جامده على الاهلي من ناحيه محمد اشرف، لكن مستحيل يقدر يشيل الاهلي بعد وجود علي، في عدم وجود علي معلول. لكن لازم يكون في بديل يكون معاه، يكون قوي ويكون لعيب سوبر. تاني حاجة بقى وهو مروان عطية، مع ان مروان عطية ده سيادة الموسيقار قال ان الخطيب شربه، بس والنبي يا سيادة السمسار تبعت لنا لاعب زيه كمان علشان نشربه كلنا. لعيب كويس كده وهادي وراسي، بيفكرك بمحمد شوقي. كان حلقة الوصل النهاردة بين الخط الدفاع وخط الهجوم، وكان بيعمل تاكلينج كويس على الكورة، وبيعرف يقف على الكورة كويس، رجله كويسة جدا في الكورة. مع ان النهاردة ما كانش معاه لا حمدي فتحي ولا كان معاه السولية، وكان معاه ديانج اللي تايه. ديانج اللي تايه توهان، انا مش عارف ماله، عنده كمية مس باص النهاردة مش طبيعية، مش طبيعي اللي بيعمله ديانج. لكن مروان عطية النهاردة كان كويس جدا. لما بنطلع وبنقول على لعيب كويس او لعيب وحش، احنا مش بننتقد اللعيب، احنا مش بندمر اللعيب. انا من حقي ان انا اقول لك انت كويس او انت وحش، ومش بنطلع باللعيب سابع سما. النهارده انت كويس هشيد بيك، بكره وحش ما مالكش عندي الا الفرق نصين. انتقاد انتقاد انتقاد، امشي، مش عاجبك امشي، اصل ده دورك، دي شغلتك، دي مكانتك اللي انت حاطط نفسك فيها. انت بتاخد فلوس مقابل اللي انت بتعمله، انت ما بتمنش عليا انا بانك انت بتلعب كويس او بتلعب وحش. هتلعب كويس هشيد بيك، هتلعب وحش انت عارف اللي هيتم معاك. وبالذات جمهور الاهلي ما بيرحمش. الشناوي النهارده بيرد على كل الناس اللي بتقول عليه جون تعبان. انت من حقك تنتقد زي ما انت عايز، لان مفيش لاعب في الاهلي ولا مجلس اداره ولا محمود الخطيب ذات نفسه اعلى من ان الجمهور ينتقده او يلومه، بس باحترام. وده الفرق اللي بين الاهلي وبين اي كيان تاني. انا ممكن اطلع طالب برحيل محمود الخطيب لو ما كانش ليه رد الفعل اللي يناسبني انا او المناسب للموقف اللي حصل دلوقتي. هو او اي لاعب محدش هيقدر يتكلم معايا، ولا حد هيقدر يجيب سيره بابا او سيره ماما. تمام، زي ما كلنا شفنا بعد ماتش الهلال السوداني واللي حصل والاعتراءات اللي حصلت على اللعيبه، والجمهور طلع انتقد محمود الخطيب، قال له لو مش هتقدر تحافظ على كيان النادي وعلى سمعه النادي وعلى اللعيبه امشي، اتفضل امشي. الموضوع ما كانش الموضوع عشان الاهلي خسر، الموضوع كان عشان اللي الاهلي اتعرض له هناك. طبعا شفنا بعد ماتش الهلال الاهلي على طول راح باعت شكوى للكاف علشان اللي حصل هناك. بعد كده معانا ان لعيبه الاهلي بتخاف من جمهورها، وده تاني الفرق اللي بين لعيبه الاهلي وبين اي لعيبه تانيه. لعيبه الاهلي بتعرف ترد على جمهورها كويس في قلب الملعب، ولعيبه تانيه بتقدر ترد على جمهورها وبيكون ردها على الجمهور في مركز ازاله الشعر. ايه كميه الاحتفالات اللي شفناها دي؟ الله،
هو مش سياده الموسيقار مأكد لي ان شعبيه الزمالك في اسوان كبيره لدرجه ان هي اكبر من شعبيه اسوان ذات نفسها؟ طب والله جمهور اسوان النهارده، جمهور اسوان اللي في قلب الملعب ولاعيبه اسوان اللي في قلب الملعب ولاعيبه الاهلي النهارده في قلب الملعب، كلهم النهارده كانوا خايفين من جمهور الاهلي، والشعبيه اللي اتشافت النهارده في اسوان، والاحتفاليه النهارده بوجود الاهلي في اسوان لما شافوا الشعبيه الجارفه اللي كل الزياطين بيطلعوا ينكروها بالليل. ماتش سان داونز بالنسبه لنا احنا كجمهور الاهلي هيبقى ماتش حياه او موت، العب برجوله، موت على الكوره، اعمل اللي عليك والنتيجه بتاعت ربنا، مفيش قبول لاعذار. اخر رساله معانا وهي رساله للناس اللي بتفهم في الكوره. موسيماني مشي من الاهلي لانه ما خدش افريقيا للمره الثالثه على التوالي، وكان هيمشي معاه محمود الخطيب رئيس النادي، ومع ذلك محمود الخطيب ما طلعش وقال انا جايب افريقيا مرتين، انت عايز اكتر من كده ايه تاني يا بيه؟ الناس دي لو كانت في نادي تاني كانت عمل لهم مقام وتمثال من ذهب والجمهور يلف وراه مره قبل الاكل ومره بعد الاكل، مش انا جايب لك 2 دوري وكاس يا محتاس. في النهاية قول لنا التشكيل الأمثل من وجهة نظرك لماتش الأهلي وصن داونز يوم السبت الجاي في دوري أبطال أفريقيا، الماتش اللي هيتلعب في استاد السلام. ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك واشترك في القناة وخلي الكورة ليك. سلام.